طب يا ابونا علمني ازاي نعترف، اصل اول مره بقى نعترف النهارده. طب قول يا ابني. لا، ما كانتش كده الاعتراف. الاعتراف انك تشوف المسيح وبعدين تيجي تقول يا ابونا انا وسخ خالص خالص خالص، وحط ايدك يا ابونا واتك على راسي وحياتك، تك كده وقول الحل كده عشان ربنا يحلني من خطيتي، عاوز اعيش ليه بقى، ولا نروح للكاهن ونتوب بخطايانا ونرميها. كفايه العمر اللي انا قضيته. يا رب يسوع اقبل توبتنا. والكنيسه كلها شغلانتها من اولها لاخرها ان هي تدعو للايه؟ للتوبه. اذا كنت انا قلت لك ان حياه القديسين كانت برنامج للتوبه، والتوبه عباره عن خط واضح عشان في اخره اوصل للمسيح، المسيح الكبير. وانت وشطارتك اذا تبت قوي في العالم يكبر المسيح اكتر في حياتك. اذا تبت قد كده المسيح قد كده في حياتك، اذا تبت قوي يبقى اكتر. اذا يا جماعه الاعتراف هو عمليه وصول لمين؟ للمسيح. ابونا انا اعترفت زمان، خلي بالك من شهرين كده اعترفت مظبوط. طب عاوز ايه تاني؟ قال يا ابونا انا خاطي من راس الرجليه تاني، عاوز اتمتع بالمسيح اكتر. طيب يا سيدي عاوز ايه؟ انا وحش يا ابونا خالص من فوق لتحت، شوف يا ابونا عيني وفكري وجسمي، انا عاوز اكرسهم للمسيح. اقراني التحليل يا ابونا كده عشان خاطر اخف من خطيتي والوحشه اللي فيا. حاضر يا ابني تعالى، وتغفر الخطيه بتاعتك، تقوم كده ايه فرحان كده، تفرح بيسوع، ماشي معاه. تبتدي تعمل العمليه دي لغايه امتى؟ اهو طول عمرك بقى، عمرك كله يتقضى في التوبه. يا اخويا انت ما انتش ولد وحش، ما انت كويس في الكنيسه، ما تقولوا الكلام ده الناس اللي بره ابدا. ده اللي يحس بالتوبه والاعتراف مين؟ اللي جوه الكنيسه مش اللي بره. طب لغايه امتى يا ابونا؟ انا ما اعرفش لغايه امتى. يمكن تطلع في دماغك تقول مش ممكن انا هقدر اوصل له. يمكن هروح الدير واقعد ادور على يسوع كده، واقعد في الصحراء في جبل لوحدي واقعد معاه طول عمري عشان خاطر اشبع منه واصفي نفسي خالص. يمكن